عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل لكم حاجة مفيدة ومن بواقي القماش، ان شاء الله تعجبكم. لو عندكم قماش قديم ممكن تستفادوا منه بالطريقة دي يعني. احنا معانا هنا معانا هنا هنعمل النهارده ان شاء الله جزامة. معانا هديت كانت خديات عندي مش عايزاها، فانا فكيتها هعملها معاكم ان شاء الله. معانا هنا بصوا قصاقيس اهي، بصوا قصاقيس اهي حتت كده يعني، هنخيطهم في بعض وهنوريكم هنعمل ايه فيها في بعض يعني. معانا هنا احنا دلوقتي اهو معانا بصوا حتتين بالطول هنخيطهم مع بعض اهمت، حتتين بالطول كده اهو. وفي حته ايه من تحت بالعرضتي تبقى ايه الاساس بتاعها اللي هي هتخيطوا فيها القماشه، هيتركب فيه ايه تبقى زي جيوب اهي كده اهو. بس الحته تبقى طويله شويه عشان هنتني من الجنبين. التانية اللي هي كده دي اهي، التانية اللي هي تبقى كده بص اهي. الله تكون واضحه بس معاكم، ده الاساس اهو. هنتني تانية فوق تانية صغيره بحيث تدي ايه وسع اللي هي تبقى زي كده شايفينها. الله تكون واضحه. هنخيطها معاكم ان شاء الله هنوريها لكم. هنخيطها كده اهو اهي شايفين، هنخيطها كلها ببعضيها وايه وهنوريها لكم ان شاء الله. كلها ببعضيها هي تمام كده اهو كده. عملنا ايه الاساس بتاعنا هنعمل عليه. هنجيب الحته اللي احنا هنركبها عليها هنقسمها 2 كده اهوت، وناخد النص على النص هنا اهوت، وهوريكم هنعمل ايه فيه. دلوقتي احنا كده قسمنا مسافتنا على قد ما ايه اللي احنا هنخيطهم. طبعا الخياطه بتبقى اللي هي دي من تحت هنخيط كده اهو، وهنعدل كده اهو يعني دي كده تبقى كده اهو، وهنقلب كده على نظافه. هخيطهم وهوريكم. احنا كده هنخيط اهي الزياده بره البرواز عشان ده التاني ده تدي الوسع. هنخيط كده اهوت على القلب زي ما عرفتكم وهنعدل وهوريكم. دلوقتي احنا كده خيطناها اهو عدلناها زي ما عرفتكم اهي الزياده من جوه اهي شايفين الخيط تبقى من جوه. عايزين تعملوها اوفر برضك قبل ما تخيطوها تمام. التانية بقى الحته الزياده قلت لكم عليها هنتنيها زي ما عرفتكم كده تانية في تانية اهي كده، تانية في تانية ندخل الزياده كده اهو اهي فردها اهي مكان الخياطه هتني تانية في تانية اهي، وادخل لجوه كده اهو تمام. وخلي الحرف بتاعي اللي انا ايه هخيطه هنا اهو هي لوحدها يعني تلقائها تتظبط يعني اهي كده اهو. او ممكن يدوس كمان هنا اهو عشان طبعا ما تردش تاني. هنخيط الكلام ده كله وهوريكم. انا دلوقتي اهو خيطتها اهي من جوه لكم واضحه خيطتها. هخيط بقى الحرف ده هنا اهو، هعملهم وهوريه لكم هنعمل فيها ان شاء الله تاني. اهو احنا كده عملناها اهي شايفين اهي من جوه. هنيجي بقى في النص هنا اهو وناخد ايه، عايزين تخلوها من تالتة عايزين تخلوها 2 زي ما انتوا عايزين اهو. احنا خيطنا الناحية التانية زي ما فهمتكم اهو طبقنا، والناحية التانية نفس النظام. هقسمها بقى واركب التانيين وهوريكم ان شاء الله على الطريقة. خلصناها بصوا من قصاقيس يعني، بسم الله ما شاء الله عملناها شكلها حلو اهي، والرباط بتاعها فوق اهو. هوريكم حاجة بقى جديدة هتنفعكم ومش هتبان ان هي في حاجة اصلا اهي يا جماعة. بعد ما خلصناها حطيت اللي هي في النص ديت علشان ايه، عشان ترفع القماشة من النص. عايزين تعملوها مشمع من ورا ممكن تعملوها مشمع يبقى جميل تبقى اقوى كمان. هي ناشفة ماسكة نفسها بس هي ايه عشان تبقى اكتر يعني ماسكة نفسها اكتر اهي. هقول لكم الفكرة عجباكم ان شاء الله وتجربوها وتدعوا لنا ان شاء الله. في كمان حاجة هقول لكم عليها. بصوا يا جماعة بقى الفكرة ديت انا كنت حاطاها اصلا من ورا الباب من قبل كده. بصوا كده مفيش حاجة باينة غير هي الحرف اللي فوق بصوا، ومش عالية ولا حاجة كده. فاهمين قصدي برضك تبقاش منظرها وحش في الشقة. يا رب تكون الفكرة ان شاء الله عجباكم، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.